بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. السلام لكم جميعا. نقدم لكم اليوم سيرة شهيد لم ينكر إيمانه، الشهيد أسد الخياط، في عيد الغطاس المجيد. فإنه كان في سير البطاركة الأقباط في حوادث سنة 1218 ميلادية تفصيل استشهاد أحد النصارى الملكيين في القاهرة، وهذا نص خبره بحرفه. قال: في هذه الأيام أمر السلطان الملك العادل عز نصره بعرض المسجونين، فعرضوا عليه، فكان فيهم شاب اسمه أسد، وكان خياطا قد تخاصم مع زوجته، فحملته إلى الشرع، فجرت منه لفظة شهد عليها في الإسلام، شهد فيها بالإسلام، وأنكر هو، وبقى في الاعتقال مدة سنة إلى هذا الأوان. فأحضره السلطان، رغبه ووعده بالمال وكسوة إن هو بقي على الإسلام، فامتنع وقال: أما أنا إلا نصراني، وعلى نصرانيتي أموت. فقال له: ويلك تلفظ بالشهادة قدامي، وإنما أردت امضي، افتصل نفسك. فقال: لا كان هذا أبدا. ولم تزل الحال تتردد بينهم وبينه إلى يوم الغطاس المجيد، فأمر بضرب رقبته، فأحضره والي القاهرة عند باب زويلة، وأحضر الشهود، وعرض عليه الإسلام أمامهم، فامتنع وقال: انجزوني بالله عليكم ولا تردوني إلى الحبس. فتقدم إليه أحد مماليكه فنخسه بالسيف إلى أن غاب فيه 4 أصابع، فقال له: كمل. فقال له المملوك: مد عنقك. فمد، فضربه ضربة طارت بها رأسه عن جسده، وعلق بدنه على باب زويلة. ومجد الله الناس على صبر هذا الرجل وحسن إيمانه، وقد بقي معلقا 3 أيام. وبعد حطوه وأخرجوه خارج المدينة، وأخذوا أن يحرقوه، ولم يلقى عليه الوقود ما يفي بإحراقه، فبقي جسده سالما. واجتمعت جماعة من النصارى المباركين وسألوا الوالي فيه، فأعطاهم إياه، فأخذوه ودفنوه في كنيسة الملكية التي بحارة الروم الحمراء. وشكر الله الذي ثبت قديسيه على الإيمان باسمه إلى آخر نفس، ونرجو من الرب أن يثبتنا على الإيمان دائما، وليكن اسم الرب ممجدا إلى أبد الآبدين. آمين.